افضل مرطب للشعر، بتديكي ترطيب ونعومه ولمعان، وبتزيد من كثافه شعرك وبتطوله. مكعبات بلسم لتطويل الشعر بفضل المكونات الرائعه اللي جواها. طبعا لو انا جيت قلت لك ان في مكعبات بتساعد على فرد الشعر وعلى ترطيبه وعلى تنعيمه، وهتغنيكي عن السشوار والمكوى وكريمات غاليه الثمن، الكلام ده ازاي؟ الكلام دوت هوريكي دلوقتي حالا. مكعبات بتستخدم لترطيب الشعر، تعتبر بلسم، تعتبر مكعبات فرد الشعر. احسبيها زي ما تحسبيها، لكن فوائدها رائعه ورهيبه للشعر. 4 معالق من الرز وتغسليهم كويس قوي بالمنظر ده. حاجه ينفع نحطها على النار، وهضيف عليها الرز. الخطوه الجايه مج كبير من الميه هنضيفه كده، نحطه على نار هاديه لمده 10 دقايق لحد ما الرز يتسلق معايا كويس قوي، وارجع اقولك الخطوات الجايه. استنيني. وبعد ما سلقته كويس ضربته في الخلاط وصفيته، اداني القوام الكريمي ده. ايه بقى المكونات اللي هنستخدمها؟ ده زيت السمسم، ممكن تستبدليه بزيت الصبار او زيت اللوز الحلو. بسم الله. قلب كويس قوي وندمج المكونات في بعضها. جل الالوفيرا ده بالبنسينول، عندك متوفر عندك العادي خالص ممكن تستخدميه، مفيش منه مشكله. انا اللي متوفر عندي دلوقتي اللي بالبنسينول. هضيف كميه حلوه كده. بقى ده شكله. طبعا الخطوه اللي بعد كده وهي قوالب السيليكون. هضيف البلسم بتاعنا او مكعبات فرد الشعر في القوالب، هحطها في الفريزر، وبعد 24 ساعه هطلعها عشان اوريها لكم وتشوفوا شكلها النهائي. طب يا حلوين، وبعد ما سيبناه ليله كامله بقى ده قوامه. تعالوا نشوف كده شكله لما هنفكه من القوالب اهو. شكله جميل على فكرة، وعايزة اقولك انه رائع للشعر. دي مكعبات بلسم للشعر، بتستخدميها على شعرك بتلاحظي الفرق من اول استخدام. افضل مرطب للشعر، بتديكي ترطيب ونعومة ولمعان، وبتزيد من كثافة شعرك وبتطوله. حابة تعرفي طريقة الاستخدام الصحيحة لافضل نتائج؟ اكتبيلي في التعليقات وانا اكيد هرد عليكي. وبكده خلصت معاكي الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبك، ويا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.